في العشرة المباركة ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قلت أعمل لكم شوية عيش كده لزوم السحور، سهلين على الطاسة ومن غير فرن ولا تعب، وأوعدك هيقب معاكي من أول رغيف لآخر رغيف بالمنظر التحفة ده. ومقاديره بسيطة جدا، وتعالوا نشوف عملناه ازاي. معايا أول حاجة نص كيلو دقيق، يعني 4 كوبايات. حطيت عليه معلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة خميرة فورية ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح. وبس كده هقلب كده المكونات مع بعض، وهعجن بكوباية ونص من المية، لو في الشتاء طبعا بتبقى مية دافية. وهحط كمان عليهم معلقة كبيرة من الخل، وده السر اللي هيخلي العيش بتاعنا يبقى قوامه ممتاز ولونه تحفة كده ويقب معاكي. هبدأ بقى ألم المكونات مع بعض كده، وأول ما الدقيق يختفي هزود معلقتين زيت، ودول بقى هيدوا نعومة للعجينة مش طبيعية. هعجن بقى كده الزيت آخر حاجة مع العجينة، وبس كده يا حلوين. هعجنها لحد ما تنعم معانا 5 دقايق كده، هتكون بالشكل والنعومة والجمال ده كده. وبص قوام العجينة بيكون يعني طري ولكن مش بيلزق بالشكل ده كده، تحفة وملمسها تحفة. هسيبها بقى تخمر يا حلوين. الاول بس هغطيها علشان طبعا وشها ما ينشفش، تمام. واسيبها في مكان دافي تخمر حوالي نص ساعة كده. وبصوا بسم الله ما شاء الله، بعد ما خمرت قوامها اتضاعف. هدي رشة دقيق بسيطة كده علشان ما تلزقش في ايدي، وابدأ بقى اقسم العجينة بتاعتنا لقطع قد البرتقانية الصغيرة كده. وكمان بغطيها برصهم بقى على صينية عليها رشة دقيق بسيطة، وبغطيهم. وبعد كده هاخد اول واحدة قطعتها، اول يعني قطعة، ادي رشة دقيق وابدأ بقى بالمبينة افردها بالطول كده. يعني ما بفردش بالعرض، انا بفرد بالطول بس. عايزين العيش بتاعنا النهاردة يبقى طويل بالشكل ده كده، وما برقش جامد. يعني بصوا سمك العجينة بيكون بالشكل ده، مش رقيق قوي قوي وطبعا مش سميك، تمام. هعمل معاكم رغيف كمان علشان تشوفوا الطريقة. بجد من اسهل الطرق اللي ممكن تعملي بيها عيش في البيت، وبجد ما بياخدش اي وقت منك، تمام. هكمل بقى الطريقة. وقبل ما اكمل بجيب صينية مفرودة واسعة، احط عليها قماشة نضيفة او شال، وابدأ ارص عليها العيش بعد ما بفرده بالشكل ده كده، تمام، جنب بعض. وبغطيه كمان، وممكن ارص كمان طبقة من فوق بعد ما اغطيه، تمام، علشان يخمر. يقعد حوالي 10 دقايق كده، يعني عقبال ما بخلص الكمية كلها تبطيط وفرد بيكون اول رغيف عملته خمر، تمام. اجي بقى للتسوية. بحط طاسة على نار عالية، نار عالية جدا. واول ما الطاسة تسخن ببدأ كده احط الرغيف بتاعنا، واول ما يتشمع الرغيف بعد يعني حوالي 5 ثواني بقلبه، وبعدين 5 ثواني كمان، وبعدين بقلبه مرة كمان. وبسم الله ما شاء الله هيبدأ يقب وينفخ زي ما انتوا شايفين كده بالجمال والحلاوة دي. يعني اهم حاجة بس بنسيب العيش يخمر حوالي ربع ساعة كده، او على بال ما بنخلص الكمية كلها بيكون اول حبة عملناهم خمروا، تمام كده. وبصوا بسم الله ما شاء الله زي ما قلت لكم، بحط الرغيف و5 ثواني واقلبه، ما بسيبهوش وقت طويل ومن غير ما اقلبه، لا لازم الاول نقلبه كده اهو. كل ما بتقلبي فيه يبدأ يقب وينفخ. والكلام الجميل ده بيكون طبعا على نار عالية جدا والطاسة سخنة. ومش شرط طاسة تيفال، خلي بالكوا، لا عادي يعني ان انتوا تعملوه في طاسة ألمونيا الموجود. والعيش ده مش بيقف على حاجة يعني. وبسم الله ما شاء الله نتيجته ممتازة، وفي كل مرة هتعمليها هيطلع احلى من اللي قبليها كمان. وسمعوني الصلاة على النبي في التعليقات يا حلوين. ولو لسه ما حطيتوش لايك للفيديو حطوا لايك، وقولوا لي رأيكم في التعليقات على العيش بتاعي النهاردة. بجد هو سهل وبسيط، واي حد هيجربه هينجح معاه بإذن الله من اول مرة. فرأيكم بجد بيفرق معايا وبيهمني جدا. وبالشكل ده كده اللهم بارك، يعني من اول رغيف لاخر رغيف هيقب معاكي وينفخ العيش بتاعنا بالطريقه دي. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه. اقعدي بقى لعبي بيه كده في الطاسه وجريه، وبجد خطير. لو عجبكم بقى يا حلوين ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعه وشير كتير للفيديو علشان الكل يستفاد، وطبعا تسيبوا لي رايكم في التعليقات.